السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة. امبارح كان في مباريات الزمالك والاتحاد السكندري. يا جماعة الزمالك بقى بينقط يعني. الزمالك بيتعادل مع الاتحاد، الزمالك يتعادل مع الاتحاد. آخر 5 مباريات الزمالك ما يمشي إلا مباراة واحدة. يعني انت كده كده في المركز الثالث، يعني انت في المركز الثالث. تمام. حتى فيوتشر امبارح اتعادلت مع بيراميدز وقاعدة في المركز التاني، مش هتمشي منه خلاص كده. فيوتشر قاعدة في المركز التاني لغاية لما الزمالك لا اما الزمالك يفوز على فيوتشر، لا اما الزمالك يفوز على الاهلي. في الحالتين الزمالك يطلع مركز تاني، مش هيطلع مركز اول. يعني الزمالك عشان يصعد مركز تاني لازم يفوز على الاهلي ويفوز على فيوتشر، يعني يفوز على الفريقين. يعني الماتشين الجايين بتوع الزمالك اصلا، يعني سيبك من ماتش بيراميدز في الكاس، يعني ماتش بيراميدز هيكون في الكاس. بس الزمالك هتلعب مع الاهلي يوم 21 اللي هو يوم السبت اللي جاي هذا، لا اللي وراه. وبعد الاهلي هيتلاعب مين؟ هتلاعب فيوتشر. يعني الماتشين يعني مصيريين يعني. يا اما الزمالك يفوز على الاهلي عشان يصعد مركز تاني وفيوتشر تتعادل او تخسر او اي شيء، يا اما الاهلي يفوز وكده كده هيوسع الفارق وفيوتشر تفوز الماتش اللي جاي كمان. وخلاص كده الزمالك في المركز الثالث يدنا، يعني دنا في المركز الثالث. هرجع لجماهير نادي الزمالك، مش اللي هم جماهير نادي الزمالك، الناس اللي هي بتفهم في الكورة، اللي هي بتابع الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، الناس اللي بتتابع كورة، يعني مش اللي هي الناس اللي هي اللي هي حكت على الاهلي حصر عليك يا اللي في بالي ما طلتش اول ولا تاني دي. الناس اللي هي فاهمة كورة، اللي هي فاهمة ان النادي لما بيقف على رجليه بيشيل اي حد. يعني لما الاهلي كان واقع السنتين اللي فاتوا، الناس اللي هي مش بتفهم في الكوره بيقول لك حصر عليك يا اللي في بالي ولا طلتش اول تاني. انا بقول لكم يا زملكاويه يا اساسيين، يا هم الزملكاويه الفهمانين، بقول لكم هارد لك. ونشوفكم في الحلقات الجايه ويا ريت اشتراك في القناه ومتابعه، اشتراك ولايكات وسلام.